اوعى تشتري سهم شركه في البورصه فيه واحده من الثلاث حاجات دول علشان ما تخسرش فلوسك. هو مش معنى ان واحده من الثلاث حاجات دول موجوده ان السهم ده وحش، لكن معناه ان المخاطره مرتفعه، ولو انت مش عارف بتعمل ايه خليك بعيد احسن. رقم واحد، يكون السهم عنده هوامش ربحيه مارجنز منخفضه، حتى وان كانت الشركه بتعمل ارباح ممكن في اي وقت يغلى عليها الحاجه وتلاقي انها تحولت للخساره. رقم اتنين، شركه يكون عندها دين عالي زائد كاش فلو منخفض، حتى لو كانت الشركه النهارده بتعمل ارباح وماشيه كويس، هي في اي لحظه معرضه انها تتعثر ويحصل لها مشكله وتلاقي السهم بينزل فجاه. رقم ثلاثة، السهم الكويس اللي ما عندوش أي مشكلة، اللي بيعمل أرباح، شوف بقى كل حاجة تمام، لكن سعر السهم النهاردة مسعر فيه كل الأرباح المستقبلية اللي جاية، والسهم مسعر على أفضل سيناريو، بيسموه برايس فور بيرفكشن. لو حصل أي خطأ بسيط في التنفيذ حتى وكانت أخبار كويسة بس أقل من المتوقع، تلاقي السهم بينزل مش بيطلع، ودي حاجة بتلخبط المبتدئين. ولو عايز تتعلم تحلل الأسهم وتحلل الأسواق المالية وتفهم إزاي تدرس السهم ده وتدرس السهم ده وتعرف إمتى السهم أندر فاليد وإمتى السهم ده أقل من قيمته والكلام ده كله، هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في البورصه.